فيما لو تعادل اليوم مع النصر. بالنسبة للنصر اندفاعه تقريبا من أول دقيقتين سجل الهدف الأول، لكن أيضا كان هناك سوء بالنسبة للدفاع الهلالي. الهلال عاد تقريبا بعد تقريبا نصف الساعة الأول من الشوط الأول، استطاع التسجيل عن طريق المهاجم عبد الرحمن اليامي. أعتقد أنه الشوط الثاني راح يكون أكثر ندية وأكثر إثارة، بحكم أن جميع الفريقين بحاجة للفوز، بحكم أنهم محتاجين للنقاط للتأهل للدور الثاني. حمد، الهلال كان بحاجة لولوج مرمى والهدف لكي يعود للمباراة. بالتأكيد قبل نهاية الشوط الأول الهلال سجل هدف كان تقريبا أعتقد أنه جاء في وقته، كان هدف ثمين بالتأكيد. الهلال أيضا مطالب الشوط الثاني أنه يسجل هدف ثاني متى ما أراد التأهل لدور نصف النهائي، لأنه وضع المجموعة صعب. إذا ما نظرنا أنه الهلال 10 نقاط، النصر التعاون 10 نقاط، النصر 9 نقاط، فالوضع صعب. الآن التعاون يلعب مع الطائي، لكن الهلال والنصر إذا فكروا بمباراة التعاون والطائي ونسوا مباراتهم اليوم قد يكون وضعهم حرج. بالتأكيد لا أحب دائما التعليق عن التحكيم، ولكن بالنسبة للتصريح أيضا من تقريبا أنا أعتقد أنه من جميع الجانبين كان في ملاحظات على التحكيم. حتى قبل حضورنا هنا كان لنا حديث مع الكابتن تركي الشايع اللي هو مساعد مدرب الهلال، كان له بعض الملاحظات على بعض أخطاء التحكيم، ولكن أعتقد أنها لم تكن مؤثرة لا على الهلال ولا على النصر، لم تكن مؤثرة أعتقد على النتيجة، يعني ما أثرت على مجريات المباراة. يمكن أخطاء مثلا عكسية احتسبت وسط الملعب لا أعتقد أنها مؤثرة. أيضا تعليقا على ما جاء في شوط المباراة الأول من أخطاء تحكيمية ربما ما تحدث به الجانب النصراوي والجانب الهلالي، نحن أيضا رأينا مراقب المباراة للحكم عبد الرحمن التويجري اللي كان متواجد في المقصورة الرئيسية ودون بعض الملاحظات. أتحدث وأرجع بالحديث عن المباراة فنيا. حمد، كيف سيتعامل المدرب أسلوفيني الهلالي ساندي وأيضا عادل عبد الرحمن من الجانب النصراوي في شوط المباراة الثاني؟ شوط المباراة الثاني يستلزم أن الفريقين جميعهم يبحثون عن الفوز، لأنه التعادل لن يخدمهما أبدا. مثل ما قلت وأكدت قبل قليل أنه تعادلهما راح يكون في مصلحة نادي التعاون وليس من مصلحة لا الهلال ولا النصر، بحكم تقارب النقاط 10-10-9. يجب أن يركزوا على الفوز. أعتقد أنه أول ربع ساعة كل فريق مطالب انه بتسجيل هدف والمحافظه على مرماه حتى تقريبا يقترب من تحقيق الفوز والمحافظه على النتيجه حتى نهايه المباراه. حمد، تحدث عن هذه المباراه التي كان محدد لها ان تلعب عصرا ولكن اجلت الى المساء لايضا ضبط الوقت ما بين المباريات الاخرى. تحدثت قبل بدايه المباراه مع الجانب الاداري في فريق النصراوي، واكد ان في الجانب النصراوي لم يصلهم خطاب الا يوم الاربعاء، ولم يتمرن الفريق طوال الاسبوع الماضي الا عصرا، الا ما قبل المباراه وهو التدريب الترفيهي طبعا، عكس الجانب الهلالي تدرب اسبوع كامل، او الاسابيع الماضيه كان يتدرب مساء. تعليقك على هذه الحيثيه ربما تؤثر على عطاء اللاعبين؟ طبعا من خلال حديثنا مع المراقب الاداري انه الاتحاد السعودي حدد جميع المباريات في هذا الوقت مساء حتى تكون جميع المباريات تلعب في وقت واحد، لانها الجوله الاخيره اللي تحدد المتاهل. مساله انه فريق يتمرن عصرا وفريق يتمرن مساء هذه سياسه داخليه في كل نادي. الهلال من فتره طويله وهو يتمرن مساء قبل ان يعرف انه هذه المباراه ستقام في المساء. لا اعتقد انه هذا امر مؤثر، يعني حتى المباريات مثلا على مستوى الكبار في دوري زين يخوضون مبارياتهم مساء، وفي الشتاء او حتى في الصيف بعض الاحيان يتمرنوا المغرب او العصر، فالتوقيت لا ارى انه مبرر كافي انه الفريق يتعذر به مثلا بنتيجه او خساره او فوز. على عكس المتوقع كان بداية المباراة حمد ضغط نصراوي، على عكس المتوقع خاصة وان الهلال كان يعني هو اللي تقريبا الأهم بالنسبة له، وهي 3 نقاط بحكم انه متصدر لهذه المجموعة. رأينا عكس ذلك وهو الضغط النصراوي. صحيح، لكن ايضا النصر مطالب انه يفوز لانه عنده امكانيه للتاهل، ولكن مرتبط بمباراه اخرى في حائل وهي التعاون. التعاون في حال مثلا تعثر بالتعادل والنصر فاز اليوم، النصر يتاهل اولا ايضا، فيجب ان يكون حريص على الفوز. الامر الاخر اللي اعتقد انه كان دافع للنصر انه يفوز، انه مباراه الذهاب تغلب فيها الهلال، فهذه تعطيهم دافع انه نكسب مباراه الاياب حتى نرد مثلا نتيجه مباراه الذهاب اللي فاز فيها الهلال.